طلال بن عبد الله بن الحسين الهاشمي، ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية. ولد في عام 1909 في مكة المكرمة، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله بن الحسين مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية وأول ملوكها، الذي أنجب 5 أبناء: طلال ونايف وهيا ومنيرة ومقبولة. تلقى تعليمه الأساسي في عمان، بينما أكمله في الخارج في كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، وتخرج برتبة ملازم، ثم التحق بخدمة جده الشريف الحسين بن علي عندما نفي إلى قبرص، وعاد معه إلى عمان. وبعد وفاة جده سافر الأمير طلال إلى العراق والتحق بالجيش العراقي، ثم عاد إلى عمان فأتم تدريبه العسكري في قوة الحدود. تولى الملك طلال الحكم بعد اغتيال والده بالرصاص في مدينة القدس، وبالرغم من قصر مدة حكمه التي دامت لسنة، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات، من أهمها إصدار دستور الذي حل مكان القانون الأساسي الذي كان معمولا به في إمارة شرق الأردن. كما شهد عهده إقرار حق التعليم المجاني، حيث يعد هذا القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي، وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد فيما بعد. صدر في عهده أيضا قانون خط السكة الحديدية عام 1952 الذي ينص على اعتبار هذا الخط وقفا إسلاميا. وشكلت قوة خفر السواحل الأردنية في خليج العقبة. عمل الملك طلال على توطيد العلاقات الأردنية مع كل من السعودية وسوريا ومصر، وكان له دور بارز في توقيع اتفاقية الضمان الجماعي العربي.